طالما ربنا خلاك تفتح الفيديو ده فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك الفيديو ده ليك انت مخصوص، علشان الفيديو ده هيكون سبب في ان حياتك هتتشقلب 180 درجة للأحسن وللأفضل، وكل المشاكل اللي انت بتمر بيها في حياتك هتتحل في سبب الفيديو ده. اكيد دلوقتي انت حاسس انك انت تايه جدا في حياتك، اكيد في مشاكل كتيرة جدا في حياتك وحاسس انك انت متلخبط، حاسس ان حياتك يعني بجد يعني شبه متدمرة، مش عارف تعمل ايه. صدقني انا هقولك في الفيديو ده حاجة لو بس انت عملتها حياتك هتعيد ترتيبها من تاني للافضل والاحسن، حياتك بجد هتتغير 180 درجة وانت هتلاحظ ده بعينيك. عارف الكتاب ده؟ اكيد طبعا عارفه، ده كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ده القرآن الكريم. انت عارف ان قرايتك للقرآن الكريم قادرة ان هي تغير لك حياتك كلها؟ قادرة انك انت لو حياتك دي كلها فيها مشاكل الدنيا كلها، قرايتك للقرآن صدقني هتحل لك كل المشاكل الموجودة في حياتك، سواء كانت مشاكل نفسية او مشاكل في حياتك. لو ابتديت انك انت تدخل انك انت تقرأ قرآن في يومك وتخليها عادة في يومك، حتى لو كل يوم هتقرأ آية واحدة بس، انت بجد هتلاحظ وهتشوف قد ايه ان حياتك ابتدت تتغير، هتشوف قد ايه ان حياتك بدل ما انت ما كنت تايه جدا في حياتك ومش عارف تعمل فيها ايه وحاسس بكمية مشاكل، صدقني هتشوف حياتك قد ايه ابتدت ان هي تترتب من اول تاني للاحسن، هتشوف قد ايه حياتك دي يعني اتشقلبت 180 درجة زي ما بيقول كده للافضل والاحسن كمان. هتقول لي دلوقتي بس ما تكملش كلام، انا ما حاولت ان انا يكون ليا ورد قرآن اقراه في يومي بس برضو فشلت وقرأت مرة واحدة وبعد كده ما كررتهاش تاني ابدا. هقول لك بس جيت لي في ملعبي، مش انا اللايف كوتش بتاعك، فانا بقى هساعدك ازاي انك انت تخلي يكون ليك عادة انك انت تقرأ ورد قرآن في يومك بسهولة جدا ومن غير اي تعب. هات مشروبك المفضل، انا بشرب القهوة دلوقتي عليا النعمة قهوة جنان، هات مشروبك المفضل سواء الشاي او القهوة، يعني المهم المشروب اللي انت بتحب تشربه، وتعالى بقى واقعد اسمع كده الفيديو مزاج، عشان انت هتطلع بعد الفيديو ده هيكون ليك عادة انك انت بتقرأ ورد قرآن في يومك، وكمان انت هتشوف قد ايه ان حياتك هتتغير 180 درجة للافضل والاحسن وانت هتشوف ده بعينيك. اول خطوه، بص، علماء النفس بيقولوا لك، وانا خد بالك انا هقول لك الزتونه الخلاصه بتاعت العلماء النفس. علماء النفس بيقولوا لك انك انت بكل سهوله قوي عاوز تدخل عاده في يومك وتنتظم فيها وتبتدي انك انت تعملها كل يوم، بكل بساطه جدا اربط العاده دي بوقت معين. بمعنى انك انت مثلا هتقول انا هقرا قرآن بعد الفجر، فانا خلاص انا متعود ان انا بعد ما اصلي الفجر هقرا قرآن، او انا هقرا قرآن بعد العشاء، فانا بعد ما اصلي العشاء خلاص اقرا قرآن. كده هو ده بالظبط اللي علماء النفس بيقول لك اعمله عشان تنتظم في اي عاده انت عاوز تعملها. فوانت دلوقتي بتسمع الفيديو فكر في وقت معين تبتدي انك انت هتقرأ فيه قرآن، واول لما هيجي الوقت ده على طول خد مصحفك واقعد اقرأ قرآن. انت بقى مهمتك دلوقتي انك انت تحدد وقت تقرأ فيه القرآن. تاني خطوة تعملها ودي تعتبر حيلة هتساعدك اكتر انك انت تنتظم في عادة انك انت تكون ليك ورد قرآن في يومك، بكل بساطة هو انك انت هتجيب بس ايه ورقة كده صغيرة وقلم، وهتكتب ايه في الورقة دي بقى؟ انا هقرأ قرآن بالنص كده، انا هقرأ قرآن في الوقت كذا. ايوه بالظبط، اعمل كده زي ما قلت لك. دي حيله كده ذكيه في علم النفس بيضحكوا عليها بالعقل، علشان الوقت اللي هم كتبوه في الورقه دي اول لما يجي عليه لهم على طول هيفكرهم ان هم يروحوا يعملوا العاده دي في الوقت اللي هم كتبوه. تاني خطوه ودي غلطه مليون في الميه وانا مغمض عينيا انت هتعملها، اول لما هيجي الوقت اللي انت حددت انك انت تقرا فيه قرآن هتروح زي الباشا، خلاص انا هروح اجي يلا بقى عشان نيجي نقرا قرآن. انا مش عارفه اقرا ايه يا ربي، اقرا صفحه ولا اخليهم اقرا، تعالى نقرا 10 صفح، يبقى انا هقرا كل يوم 10 صفح، ولا اقول لك تعالى نقرا كل يوم جزء. مش انت هتعمل كده؟ اللي انت بتعمله ده هيخليك انك انت ما تجيش تقرا قرآن تاني ابدا. طب ليه ده بقى؟ علماء النفس، ودي تاني خط خد بالك منها، علماء النفس بيقولوا لك انك انت لما في بدايه انك انت بتحاول انك انت تدخل اي عاده في يومك وانك انت تلتزم فيها، خلي بالك انك انت في الاول بلاش تتقل عليك،
حاول على قد ما تقدر انك انت تخلي العادة دي في الاول تكون سهلة عليك، علشان ده هيساعدك انك انت تنتظم في العادة. ما هو اللي بيخلي 99% لما بيكونوا عاوزين يعملوا عادة بيجي بقى في الاول يعملوا يتقلوا بقى على نفسهم ويصعبوا جدا على نفسهم لما يجي يعملوا في العادة دي، فبالتالي طبعا بيعملوا العادة دي مرة او مرتين، بعد كده ما بيعملوهاش تاني ابدا. فانت خليك ذكي، ما تصعبهاش على نفسك واضحك على عقلك عشان يخليك انك انت تنتظم في العادة دي. هو تعالى بقى اول ما تيجي في بدايتك خالص لما تيجي تقرا القران، الا تقرا كل يوم 5 ايات. ايوه زي ما سمعت كده، واسمع كلام، انا عارفه انا بقول لك ايه. يا الا هتقرا كل يوم 5 ايات، ولو عاوز تكتر شويه تقرا وجه بس. يعني ايه الوجه؟ يعني كده ده اسمه وجه. فانت مثلا انك انت تقول انا خلاص كل يوم انا هاجي في الوقت اللي انا حددته ده هقرا وجه واحد بس. هتقول لي دلوقتي طب مش شايف يعني ان اللي انا هقراه ده حبه قليلين، او ايه 5 ايات دي، او ايه وجه واحد؟ لا ده انا عاوز اقرا اكتر من كده يا باشا. لو انت حطيت في دماغك انك انت تقرا 10 صفحه او جزء كل يوم، انت صدقني هتكسل ومش هترجع تقرا قران تاني. فوبعدين اصلا سيدنا محمد بيقول لك ايه بقى؟ لو انت مش مصدق كلامي، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي هيرد عليك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى على سيدنا محمد. سيدنا محمد بيقول لك في حديث ايه بقى؟ خد بالك الحديث ده حلو قوي وهيساعدك انك انت في حاجات كتير قوي في حياتك. بيقول لك ايه سيدنا محمد؟ خير الاعمال ادومها وان قلت. يعني سيدنا محمد بيقول لك كونك انك انت لو هتقرا 5 ايات كل يوم وتنتظم فيها وانك انت تتعود انك انت تعمل كده، ده عند ربنا سبحانه وتعالى احسن مليون مره من انك انت تقول انا هقرا جزء كل يوم، انا هقرا 100 صفحه كل يوم، وتيجي تعملها مره واحده وما تجيش تعملها تاني. طب اقول لك على حاجه يمكن انت ما تعرفهاش مليون في الميه. السايكولوجيست عملوا ايه؟ علماء النفس خدوا الحديث ده وابتدوا ان هم يطبقوه ازاي اي شخص ينتظم في اي عاده. فابتدوا علماء النفس يقولوا لك ايه بقى؟ طبعا هم جايبينه من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فابتدوا علماء النفس يقول لك ايه بقى؟ انك انت عشان تنتظم في اي عاده وتبتدي انك انت تتعود انك انت تعملها في يومك، ابتدي في الاول انك انت تعمل العاده دي باجزاء صغيره. يعني ابتدي في الاول انك انت تعمل العاده دي بسهوله قوي في الاول في البدايه، وبعد كده لما تبتدي انك انت تتعود انك انت تعملها، ابتدي انك انت بقى ايه؟ زود منها. اظن انك انت دلوقتي عرفت ايه اللي كان بيخليك انك انت تيجي تقرا مره واحده قران بعد كده تكسل ما تجيش تقرا قران تاني ابدا. اوعى تكون مفكر يا بص ان انا ناسي مشكلتك الكبيره اللي بتواجهك اول لما بتيجي تقرا قران، وهو انك انت مش متمكن في قرايه القران. يعني في التشكيل بتخاف ان بتغلط كتير قوي في التشكيل، او حتى بتغلط كتير قوي في التجويد، ودي اكتر حاجه بتخليك انك انت تكسل بعد كده انك انت تقرا قران، وبيخليك انك انت ما تروحش تقرا تاني قران. طب ايه رايك بقى ان انا هحل لك مشكلتك دي دلوقتي وبسهوله قوي وبطريقه لذيذه جدا؟ بكل بساطه جدا هتجيب سماعتك وهتبتدي انك انت تنزل القرآن بصوت القارئ اللي انت بتحب انك انت تسمع قوي. اكيد انت عندك قارئ بتحب تسمع القرآن بصوته، زي مثلا ناصر القطامي. طبعا ناصر القطامي ده الناس اللي هي متابعاني عارفه قد ايه ان انا بعشق ناصر القطامي. طبعا الشيخ ناصر القطامي، انا عن نفسي بحب الشيخ ناصر القطامي جدا. انا حرفيا مدمن انا بقول اهو، بعلنها على العلن اهو، انا مدمن الشيخ ناصر القطامي بجد، لدرجه ان في البيت عندي والدي ووالدتي ابتدوا ان هم ايه بقى، طب ما تغير بقى خلاص احنا زهقنا. طبعا مش قصدي على صوت، يعني مش ازاي يعني في الصوت، لا ازاي انا غير بقى. انا من كتر حرفيا ما بحب الشيخ ناصر القطامي، يعني الجيران اللي جنبي ابتدى يقول بقى خلاص بقى في ايه. فانا مدمن شيخ ناصر القطامي، ده عشق بجد. وانت اكيد طبعا بتحب في قارئ تاني بتحب تسمع صوت، زي مثلا الشيخ ياسر الدوسري. شوف ايه القارئ اللي انت بتحب تسمع جدا القرآن بصوته، وابتدي نزل الصورة اللي انت هتبتدي تقرأ فيها وحط سماعتك في ودنك، وابتدي انك انت تشغل القرآن بصوت القارئ انت بتحب تسمعه ده، وبعد كده ابتدي انك انت تقرأ وراء الآيات. ده اولا هيحل لك مشكلتك وهيخليك انك انت تقرأ الآيات بطريقة صح. ثانيا وده الاحلى حاجه، هيخليك انك انت تحب انك انت تقرا القران، لانك انت ما بالك بقى انك انت ايه بتسمع صوت القارئ انت بتحب تسمع صوته، فبالتالي عقلك كده من كتر ما هو بيحب يسمع القران بصوت الشخص ده بصوت القارئ ده، فده هيخليك انك انت تقرا الايات بطريقه حلوه، وكده هيخليك انك انت تحب انك انت تقرا القران كمان.
دي ألذ طريقة تخليك انك انت تتعود انك انت تقرأ القرآن في يومك. طيب في سؤال دلوقتي جاي في دماغك وانت مكسوف انك انت تسأله ليه؟ انا مش عارف انت ليه مكسوف، يعني ده انا اللايف كوتش بتاعك يا عم، في ايه؟ انت دلوقتي في سؤال جاي في دماغك بيقول لك طب انا دلوقتي لما اجي هبتدي اقرأ قرآن، اقرأ قرآن منين؟ اقرأ قرآن من الفاتحة وبعد كده ابتدي اكمل بقى كده، ولا اقرأ من انهي سورة؟ بص، احسن حاجه تعملها هو انك انت تبتدي من الفاتحه وتبتدي تقرا بقى ايه قرايه كده، بحيث انك انت تختم قرايه القران. بس بقى انك انت تبتدي كده كل يوم تاخد 5 ايات او وجه، ما تكترش اكتر من كده زي ما احنا ما اتفقنا، ماشي؟ وتبتدي بقى ايه تكمل بقى لغايه ما توصل وتختم القران. طبعا مش مهم جدا انت هتختم قرايتك للقران في قد ايه، ده مش هدفنا اصلا. اوعى تنسى ان احنا هدفنا ازاي ندخل عاده انك انت يكون ليك ورد قران تقراه في يومك، ده الاهم. في حاجة مهمة جدا نسيت اقولها لك، لو انت بتهته وانت بتقرأ القرآن او قرايتك للقرآن صعبة عليك، فانا عاوز اقولك ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه بيطبطب عليك وبيقولك ما تزعلش ولا يهمك، انت بتاخد حسنات زيادة واجر وثواب زيادة في قرايتك للقرآن دي. ايوه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول لك في حديث كده انك انت لو قرايتك للقران صعب وبتهته وانت بتقرا القران فاوعى تزعل وكمل. سيدنا محمد بيقول لك بقى كمل في قرايتك للقران، انت بتاخد حسنات زياده. انا كده قلت لك يا بص على اسهل واقوى خطوات لو انت طبقتها وعملتها انت كده هتكسب اعظم عاده تعملها في حياتك دي كلها، وهي عادة انك انت يكون ليك ورد قرآن تقرأه في يومك. يلا دلوقتي حالا اعمل الخطوات اللي انا قلتها لك دي، وصدقني شوف حياتك ازاي هتتغير بعد ما انت دخلت القرآن في يومك وفي حياتك. اول لما انت بس هتبتدي تقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى وتبتدي تقرأ قرآن، صدقني والله حل كل مشاكلك اللي موجودة في القرآن. لو انت ابتديت انك انت تقرأ قرآن حياتك هتتغير 180 درجة للأحسن وللأفضل، وانت هتشوف ده بعينيك. وزي ما انت عارف طبعا، ايوه اكيد زي ما انت عارف طبعا، وزي ما انت عارف طبعا انا عمورة اللايف كوتش بتاعك.